وسهلا بيكم في قناة اون شارع سبورت. بحب اشكر كل اللي تابعنا وكل الناس اللي علقت على الفيديوهات اللي فاتت، وعدد المشتركين اللي ابتدى يزيد، اقول لهم شكرا. حلقتنا النهارده او كلامنا النهارده هيكون على ماتش مهم جدا لكل المصريين، واللي هيكون يوم وقفة، وكل سنة وحضراتكم طيبين. ماتش مصر واوغندا. النهارده هنتكلم على اوغندا بس، لان مصر كلنا عارفين هتلعب ازاي، او كل مصري حافظ خطة كوبر عاملة ازاي. مواجهات الفرقتين كان 21 ماتش. مصر كسبت 18، اتعادلوا مرتين، واوغندا كسبت ماتش وحيد. اخر جون جبناه كان جون عبد الله السعيد في افريقيا، واخر جون اوغندا جابته كنا بنلعب ماتش ودي في السودان، وكان خلص 2-1. كان ابو تريكة سجل، وعلى ما اتذكر كان ابو تريكة اللي سجل الجونين على ما اتذكر يعني. اكبر نتيجة كسبنا بيها اوغندا كان 6-0. كل النتائج مبشرة بالخير ان شاء الله. تكسب ماتش اوغندا تحتفل، زي ما انا بقول لازم تحتفل، لان خلاص هتبقى بعدت الفارق ما بينك وما بين اوغندا، وما بينك وما بين غانا. حتى لو غانا كسبت ماتشاتها كلها هيبقى ليك مواجهتين على ارضك، مرة اوغندا ومرة مع الكونغو. توصل لغانا ان شاء الله وانت بتلعب بالناس اللي ما لعبتش قبل كده ان شاء الله. وكل المصريين بخير ويفرحوا يا رب، ونخلص من مجدي عبد الغني والجون اللي زلنا بيه. منتخب اوغندا ما فيهوش غير عنصر قوة وحيد، مهاجم صغير في السن عنده 19 سنة اسمه فاروق ميا، بيلعب في ستاندر ليج البلجيكي، وهو اللي جاب الجون في الكونغو. زي ما قلنا فاروق ميا صغير في السن، بيلعب على الاطراف، سريع، وان شاء الله هيقابله احمد فتحي، واحمد فتحي بيقضي على ناس كتير، فان شاء الله مش هنحس بمصدر خطورتهم. في راس حربة تاني اسمه جيفري ماسا، وكلنا عارفينه، لعب في الدوري المصري هنا، لعب في المصرية للاتصالات، ولعب في المصري. عنده 30 سنة، هو حاليا محترف في جنوب افريقيا. في راس حربة تالت اسمه ويليام كازيتو، ده عنده 23 سنة. ده ارقامه ما تخضش، من يعني وانا بعمل بحث كده ارقامه ما تخضش. اقل مهاجم في الدوري المصري ارقامه احسن منه بكتير. فده الخط الامامي، فاروق ميا وجيفري ماسا وويليام كازيتو. من اعظم لاعيبه اوغندا الحارس بتاعهم اسمه دينيس اونيانجو. مش غريب علينا وخاصه على جماهير الزمالك، لان هو الحارس الاساسي لصن داونز. لعب قدام الزمالك، وشفنا وصل فريقه صن داونز للنهائي وكسبوا البطوله، وكان في حالته. قدر يوصل اوغندا بعد 38 سنه افريقيا، ولعبناهم طبعا وكسبناهم 1-0 بجون عبد الله السعيد. بس لما شفناه في كاس العالم للانديه، وكل الاهداف اللي دخلت في مرمى صن داونز كانت بسببه، ده مبشر لينا احنا بالخير ان شاء الله، لان هو مستواه في النازل. ده بالنسبه للحارس دينيس اونيانجو. زي ما قلنا نقاط قوه المنتخب الاوغندي زي ما بتتمثل في فاروق ميا والحارس. في نقطتين ضعف جامدين جدا في صفوف منتخب اوغندا، والاتنين بيلعبوا في قلب الدفاع، مرشد جوكو واسحاق ايساندي. اسحاق ايساندي بيلعب في سان جورج الاثيوبي، مش طويل، 170 سنتي، بطيء جدا، تمركز فيه اخطاء كتير، وده ان شاء الله يبقى نقطة ضعف جامدة. مرشد جوكو برضو مدافع، اللي هو المدافع العادي، انا شايفه مدافع عادي. لو اتلعب عليه بسرعة هيفرق جدا، لانه بطيء برضو ومش المدافع المحترف. ده بيلعب في سيمبا التنزاني. فاسامي ان شاء الله كلها ما تخوفش، وهم المنتخب اللي شفناه بيلعب بطريقة دفاعية قدام كوبر، اللي اصلا هو كمان بيلعب بطريقة دفاعية في افريقيا الاخيرة. احسن اتنين لعيبة في خط الظهر لمنتخب اوغندا هو نيكولاس ودادا وجوزيف اوتسيا، الباك الشمال والباك اليمين. نيكولاس ودادا بيتميز بالسرعة والعرضيات بتاعته كويسة جدا. جوزيف اوتسيا اللي بيلعب في كامبالا سيتي عنده الكور الطويلة كويسة، بيلعبها مظبوط جدا، سريع، وبيزيد في نص الملعب، التغطية العكسية بتاعته كويسة جدا.
يعني خط الظهر فيه 2 كويسين اللي هم الباكات، و2 نقاط ضعف كبيره جدا لازم نستغلها اللي هم الاثنين قلب الدفاع، مع الحارس اللي قلنا ان حالته مش هي، مستواه في النازل لو حد تابع فيكو كاس العالم للانديه الاخيره، مع الجناح الخطير فاروق ميا. الماتش ان شاء الله يبقى سهل جدا علينا وهنقدر نكسب ان شاء الله، ويا رب يا رب يبقى كوبر موفق في اختياراته اللي احنا كلنا عارفين. يعني انا عندي فكره عن الطريقه اللي هيلعب بيها كوبر او الخطه اللي هيلعب بيها كوبر، وممكن نقولها برضو في السريع كده. شريف اكرامي في حراسه المرمى، قدامه 2 حجازي، وطبعا قبل ما اسجل كان علي جبر كان عنده اصابه فممكن يلعب سعد سمير. احمد فتحي يمين، محمد عبد الشافي شمال. 2 ديفندر طارق حامد ومحمد النني، قدامهم عبد الله السعيد. جناح شمال تريزيجيه، جناح يمين محمد صلاح، تحت راس حربة وحيد عمرو جمال. شكرا ليكم، ويا رب يا رب ان شاء الله اقابلكم الحلقه الجايه ونكون وصلنا لكاس العالم، وكل سنه وانتم طيبين.